حنان الام، كلنا مرينا بمواقف حسستنا معنى الكلمه دي. هو انت لسه ما خلصتش طبقك؟ والله العظيم 3 الطبق ده لو ما خلص لا لبسهولك في وشك، اديني قلت اهو. حسينا بحنان هدف كل مره بتدافع عنك قدام باباك. بصراحه ابنك تعبني وزهقني ومخلي الناس كلها تشتكي منه. بصراحه انا كلمت معاه بما فيه الكفايه. كلمه انت، يمكن يفهم منك، يمكن يتعامل معاك كويس، بس بالراحه من غير ما تمد ايدك عليه ومن غير ضرب. يعني خلينا معاك، يمكن تحتاجه ولا حاجه، بس بالراحه ما تضربوش، مش قوي يعني. نبع الحنان برضو. نبع الحنان ده هتشوفه لما تكون هي واقفه طول النهار بتحضر لك الاكل من غير ما تشتكي. عيال ما عندهاش دم، ولا حد يجي يساعدني ولا حد يجي يقف جنبي. ما اصلا انا الخدامه اللي جايبها لكم ابوكم. والله العظيم لا اسيب لكم البيت يتطربق على دماغكم ولا حد يعرف طريقي. ده غير طبعا قلقها عليكي لما بتخرجي بره وتتاخري او ما تتاخريش. ايوه الحقيني، البت طلعت الساعه 5 لغايه دلوقتي ما جاتش، الساعه 5:30. اعمل ايه؟ ادور عليها فين؟ انشري في الجروبات، دوري لي عليها، اصحابها فين، بتكلم مين، تعرفي عنها ايه، اوصل لها ازاي؟ الساعه 5:30 البت بقى لها نص ساعه ما اعرفش عنها حاجه. الام مش بس حنينه، الام كمان بتعدل بين اولادها وما بتفرقش بين الولد والبنت. يا ماما اخويا ضربني. ويا ترى بقى انت عملتي له ايه علشان يضربك؟ ما هو اكيد مش منه لنفسه يعني كده هيقوم يضربك. يا ماما اخويا اكل الاكل بتاعي. يا اختي الله اكبر، اسم الله، ما ياكل اللي هو عايزه. انت هتأدي الاكل على الولد؟ ما ياكل يا اختي ابني وياكل الاكل اللي هو عايزه. ولما بتاخد منك العيديه عشان تحوشها لك وتيجي تطلبها منها بعدها هتلاقي الفلوس موجوده وبزياده. انت جاي تطالبني بفلوس؟ جاي تطالبني انا بفلوس؟ تطالب امك بفلوس؟ اللي انا ما طالبتك يا اخويا بفلوس. سهري ليك، ولا شلتك في بطني 9 شهور، ولا اني اكبر، ولا اني سهرانه عليك، ولا اني قلقانه عليك، ولا اني بخليتك زي الشحط كده، ولا على اكلك ولا على شربك. هو انا يا اخويا طالبتك بفلوس؟ ده بدل ما تقول لي خد يا ماما جايب لك بيهم ولا جيبي بيهم حاجه يا ماما ليكي هديه. والله العظيم انتوا ما تستاهلوا، والله العظيم انا سايبه لكم البيت ده وانا ماشيه، ولا حد هيعرف لي طريق جره. تصدق بقى؟ بس حقيقي كل ده ما يجيش حاجه جنب تفانيهم واخلاصهم لاولادهم، وقد ايه هم ناسين نفسهم خالص ومكرسين حياتهم لاولادهم وبس. نصيحه لكل ام حاليه ومستقبليه، انت محتاجه تهتم بنفسك اكتر من كده شويه، وصدقيني ده عمره ما هيتصنف انانيه، بالعكس ده هيجي عليكي وعلى اسرتك بالايجاب. كل سنه وكل ام طيبه. كل سنه وكل امهاتنا بخير.